بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جات لكم بقى فيديو جديد، فيديو حلو، يا رب يعجبكم. كنت في السوق بقى، وجبت حاجات الخضار. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو ده بقاله كام يوم. تعرفين السوق عندنا التلات، والنهارده طبعا الجمعه، فقلت بقى انزل فيديو النهارده. ما كنتش فاضيه بصراحه انزل فيديوهات خالص خالص، ف قلت بقى انزل بقى النهارده الفيديو السوق ده عشان تشوفوه. جبت بقى خيار وفلفل. بصراحة نسي الأسعار، بصراحة خير الفلفل ناسية سعرهم. بس ده ورق سلق الشنطتين دول ب10 جنيه. هو أصلا بيجي من الأراضي هنا في الأرياف، فطبعا ما بعرفش أجيب أو ما بعرفش حد يجيب لي، بشتريه من السوق على طول، لأن أنا بصراحة بحب ورق السلق جدا. فجبت طبعا ب10 جنيه، ادتني الشنطتين دول. والطماطم كان كيلو ونص ب10. جبت 3 كيلو. البطاطس ب10 جنيه طبعا، وفي ب5 جنيه بس مش عجبتني، جبتهم ب10. والسوق طبعا والاستوفندي في التلاتة ب10 وفي الاتنين ب10. والجزر ب5 جنيه الكيلو. والست والبتنجان أما أعتقد الكيلو ربع ب10، مش فاكرة بصراحة. طبعا وده الخضرة بقى، طبعا الجرجير والشبت والكزبرة. وجبت لفة جلاش عشان نعملها. وطبعا ده السمك، جبت السمك ده هقليه طبعا. ف في حاجات السمك في السوق النهاردة يعني صعب كده في الأسعار بتاعته. و... وكمان فرخة. جبت فرخة. بصراحة الفرخة دي حماية اللي جايبها لي، جت من السوق، لقيت حماية جايبها لي، الله يصلح حاله. مش أنا اللي جايبها يعني، مش عارفة سعرها كام بصراحة يعني، ولا عارفة الكيلو بكام، هو اللي جايبها لي. هعمل بقى ايه؟ هنضف بقى الجرجير، وهنضف بقى الشبت والكزبرة، وهشوف بقى بقية اليوم هنعمل فيه ايه. انا مختصر الفيديو جامد، فاسفه لو في صوتي في حاجه. ما نمتش طبعا كالعاده، فاكيد حفظته يعني، اكيد حفظته طبعا يعني. يعني الاجواء بتاعتي او اليوم بتاعي. ما نمتش طبعا وبسجل فيديو، وطبعا هموت وانام، بس ما علينا من النوم. طبعا عندي اطفال ما بنمشي، انتوا عارفين كده. فاسفه لو صوتي فيها حاجه، اعذروني بقى، اعذروا اختكم طبعا. هنضف بقى الجرجير. انا ما بحبش يوم السوق ده بصراحه يعني، انتوا عارفين لان قلت لكم قبل كده ما بحبش يوم السوق. يوم السوق ده متعب جدا جدا جدا. في اليوم ده والله العظيم ما قعدت يعني. جيت بقى على ما اتغدينا، كنا خلاص بقينا المغرب. تعبت أوي، تعبت يعني، وضهري وجعني جدا. فيا ريت تقدروا تعبي بقى، ومتنسوش في اللايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو وبيخلي الكل يشوفه. آه، ومحتاجة طبعا دعمكم في القناة شوية. القناة مفيش فيها مشاهدات، أي مشاهدات خالص، فربنا يستر كده وما اقفلش القناة. لأن بصراحة أنا تعبت يعني، تعبت من الشغل في الفاضي. بحس اللي في شغل يعني، بحس والله العظيم أنا بتكلم طبعا أكن أنا قاعدة بتكلم مع أخواتي طبعا، أو بتكلم مع نفسي. فمش بعتبر نفسي بسجل فيديو ولا حاجة. أنا تعبت من كتر ما بصور، وما فيش أي إفادة خالص. ف ما عادش حتى بيجيلي نفسي اصور خالص والله يعني. في حاجات كتير بعملها ما بيجيليش نفسي اصورها. لان الفيديو بينزل ما بيجيبش اي مشاهدات خالص. ما فيش دعم على القناه خالص. ف انا بفكر الايام اللي جايه خلاص اقفلها، ما عادش اشتغل عليها يعني. فلسه مش عارفه. مش شايفه اي تفاعل خالص على القناه عندي. فمش عارفه بقى اغير المحتوى خالص ولا اقفلها خالص. كده بعد ما خلصت ورصيت بقى الحاجه في التلاجة. طبعا الجبن والمش بتاعي واللبن. وايه رايكم؟ العيش طبعا بحطه في التلاجة عشان بيبوظ بره بصراحه، بحس هو بينشف كده بره. يعني يا دوب بجيبه، ما حطيتوش في التلاجة تاني يوم بقى يبقى خلاص ما بنقعدش ناكله. فالتلاجة اضمن حاجه يعني. انا كنت غسل التلاجة طبعا، بس مش معاكم طبعا. انا كنت هنا خلصت طبعا قلية السمك، وخلصت اعمل الغدا. بس ما صورتش، لان انا صورت معاكم قبل كده السمك والكلام ده يعني. فقلت بقى اعمل لفة الجلاش الحلوة دي، بس مش هعمله بمكسرات ولا بكريمة بقى ولا مهلبية ولا الكلام ده خالص، هعمله فاضي. انا بحب اشتريه من بره،
جاهز يعني. بحب الجلاش اللي هو فاضي او محشي كنافة بصراحة. انا بحبه كده. عفوا على صوتي. طبعا مسكت بقى الجلاش. إيه قطعت الجلاش كده نصين. وبعد كده هدهنه بقى، هدهن كل ورقتين بالسمنة. عندك سمنة بلدي ماشي، عندك سمنة نباتي ماشي، بس افضل السمنة البلدي، يبقى فيه طعم، بتدي طعم وريحة حلوة للحلويات. اولا هلفه كده زي ما انتم شايفين رول كده. عايزة تعمليه اللي هو المثلثات الهرم ده اعمليه، عايزة تحشيه اي حشو براحتك احشيه. فانا حابة فاضي كده، هتشوفوه بقى طبعا دلوقتي في الاخر عامل ازاي. ما شاء الله انا نزلت مقطع الجلاش ده على الفيسبوك، بس إنه ما شاء الله يعني جاب له مشاهدات حلوه بصراحه. ف مش عارفه بقى الفيسبوك ده معصلك معايا ليه بصراحه. مشاهدات حلوه عليه، بس مش عارفه افعل اي ربح خالص، كل حاجه واقفه. فما نشوف بقى، ربنا يستر كده، اشوف حد يفعلها لي. كده بعد ما خلصت بقى الجلاش كله، هقطعه قبل ما اضيف عليه سمنه تاني. يعني قبل ما اسقيه بالسمنه لازم اقطعه الاول. يعني هنا بقى كنت جهزت الغدا، فقلت بالمرة كمان اعمل الجلاش وانا واقفة. كده بقى لفت الجلاش بتاعتي، جابت الصينية دي والصينية التانية، فنصها كده. هسقيه بقى كله بالسمنة اللي معايا. انا عندي ولادي بيعشقوا الجلاش كده بصراحة، غير ما يكون في محشي حاجة. صلى على النبي يا جماعة، نكسب الصلاة على النبي. حتى رشات كده بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تسرحوش بقى في الفيديو، وتسرحوش مع الجلاش طبعا، وحط لي لايك. انا تعبت من كتر ما بقول لكم حطوا لايك حطوا لايك. انا ما عدتش هقول، انا قلت في فيديو قبل كده ما عدتش هقول. انتوا بقى عايزين تحطوا براحتكم، مش عايزين براحتكم. هي القناه قناتكم والبيت بيتكم طبعا، وبراحتكم. طبعا لو لسه اول مره بتشوف القناه بتاعتي، يا ريت بقى تنزلي تحت الفيديو تعملي اشتراك، وتضغطي على وتفعلي الجرس، تضغطي على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد من القناه بتاعتي. طبعا كده الجلاش، على فكره انا كنت لسه فوق السطح، وقلت بس ايه السيرب اللي انا عاملاه، كوبايتين سكر وكوبايه ونص ميه، وسبتهم على 10 دقايق على النار مع ليمونه، عصره ليمونه. وبعد كده ضفت الفانيليا. إيه قلت اسقي الشربات فوق. انا كنت هنا واقفه على السطح لسه، في الاوضه على السطح، ما نزلتش. انا كنت حطيت الصينيتين على بعض عشان اسقيهم بالشربات حلو. هي مش غامقه ولا حاجه، هتشوفوها دلوقتي اما ننزل في الاضاءه تحت. يا جماعه ايه رايكم بقى في السفره بتاعتنا؟ انا طبعا عملت رز ابيض، ما عملتش حبايه ولا حبايه ولا بشعريه ولا الكلام ده خالص. رز ابيض ابيض، ويلا عايزين ياكلوا ياكلوا، مش عايزين هم حرين. لان بصراحه كنت تعبت. طبعا الجلاش طبعا اللي اتعمل فوق زي ما انتم شايفين، ايه رايكم؟ طعمه حلو حكايه. جربوه. مش شرط تعملي بقى كريمه ولا حشوه. حط الجلاش كده ولفيه كده زي ما انا عملته، وطبعا طعمه حلو حلو، جربوه. انا بردد الكلام مش عارفه ليه. الزهايمر يا جماعه، واعذرونا بقى. وطبعا السمك المقلي والسلطه والجرجير. كده بقى وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. ومنسوش بقى باللايك والشير، ويا ريت بقى تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا عشان الكل يشوف قناتي والكل يستفاد.
واشوفكم بقى في فيديو جديد. احلى اخوات في الدنيا، واسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة يا احلى اخوات في الدنيا. باي باي. كملوا بقى الفيديو كام دقيقة دول. باي باي.